السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده هنعمل احلى تحلية اللي هي الشعرية بالسكر مكرمل. خشوا وشوفوا المقادير احنا عملنا ايه ومشينا خطوة خطوة ازاي. نصلي بس على النبي الاول ونذكر الله لا اله الا الله. ممكن تحطي لبن ممكن ما تحطيش لبن. انا صراحة بحب المكسرات وعليها اللبن، هحط عليها اللبن كده وتاكليها كده بألف هنا وشفا. حاجة كده منتهى الروعة. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نخش ونشوف المقادير احنا عملنا ايه بالظبط في الشعريه الجميله دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم بخير وعلينا. انا بقى النهارده ايه، قاعده زهقانه صراحه. قلت ايه اقوم اعمل ايه، لقيت قعدت ادور لقيت بقى ايه حبايبي كده كل واحده شويه 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 شعريه. قلت اعمل حاجه حلوه كده تحليه، ما قاعده زهقانه وبقي مر وبتاع دوت. قلت بتاع دوت اعمل حاجه حلوه كده واوريكم بقى ايه اللي انا هعمله. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. معايا بقى يا حبايبي معايا ايه، بتاع طاسه او حله زي كده، بس ليها يد، او حله او اي حاجه. انا قلت اعملها كده في حاجه خفيفه. جبت بقى معلقتين زبده كبار كده حلوه عشان زبده فرن، وسمنه بلدي عليها. هنسيحها كلها ببعضها كده عشان ايه، نخلي التحليه بتاعتنا يبقى طعمها جميل. صحت معانا اهي يا جماعه. هنفضي بقى ايه الشعريه بتاعتنا، هنديها تشويحه ونشوف بقى التحليه بتاعتنا اهي. هنحمر بقى فيها كده واحده واحده، وايه مش عاوزانا تتحروق معانا. نحط لها معلقه سكر عشان ايه، تبقى معانا اللون يبقى متوحد اهو. تستنى الزبده جميله قوي الفرن. انا صراحه ما بستعملش الا الفرن، حاجه كده جميله بمنتهى الروعه، وتخلي كمان الاكل طعمه حلو ومميز كمان بالفرن. حطيت معلقه السكر كمان هتدينا كرمله حلوه جدا في قلبها. السكر بتاعنا يتكرمل كمان معاه. بصوا بقى يا جماعه بدات تاخد اللون اهو المتوحد اهو. لازم ايدك على طول كده فيها على طول مستنيه ايه بقى؟ يلا اعملي لايك وشير وفعلي لي بقى زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ماشي يا حبايبي؟ بصوا بقى يا جماعه اللون بتاعها عامل ازاي، والسكر بقى كمان اللي متكرمل فيها. هنجيب بقى كوبايتين ميه على حسب برضك ايه الاحتياج وهنفتح. حطيت ميه وحطيت سكر اهو، وهنظبط الحياء وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه اهي، هنغطي بقى عليها ونظبطنا الحياء والدنيا تمام خالص اهو. حاجه كده جميله. هنسيبها بقى تتشرب وارجع لكم. يا جماعه بعد ما اتشربت اهي هنوطي عليها النار ونسيبها لغايه لما تستوي. بصوا بقى يا جماعه كده الشعريه بتاعتنا استوت اهي. الشعريه مسكر، تكنيك تاني جدا خالص غير الوصفات التقليديه. ونسيت اقول لكم ان انا نسيت حطيت فانيليا عشان تدي طعم مع الزبده مع السكر اللي احنا كرملناه معاها. بصوا شكلها كلها موحده ازاي جميل. هنغرفها واوريكم شكلها. بصوا بقى يا جماعه بعد ما غرفناه وزوقناه، انا صراحه بحب الجوزين والزبيب عليه واللبن. انا هحط عليه لبن اللي مستحب، اللي عاوز لبن عادي عاوز بلبن يحط، مش عاوز ياكلها كده بألف هنا وشفا. حاجه كده في منتهى الروعه، احلى تحليه هتاكلوها في حياتكم. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.